وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تنظيم انتخابات مدراء الضواحي في فورت ساوا. برنامج لقرص 80,000 شتلة في لقو عنسبة. دعوة لتعزيز العملية التعليمية في أمن حيلي. 8 قتلى في هجوم لجماعة بوك حرام شمال نيجيريا. التفاؤل يسود بعد مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين. والبحث عن أدلة عن التغير المناخي في القارة القطبية الجنوبية. إليكم التفاصيل. نظمت في مديرية فورت ساوا انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى، وجرت الانتخابات في بلدة فورت ساوا وضاحيتي كالزنتباي وواكاي لتبديل المدراء السابقين المنتهية فترة عملهم. وقال مدير مديرية فورت ساوا السيد أبو بكر محمود أن العملية هدفت لتحسين الأداء الإداري، داعيا المدراء ولجان القرى المنتخبون لتقديم خدمات إدارية جيدة تلبي رغبات السكان. وأكد المدراء المنتخبون على العمل لخدمة الناخبين بكفاءة وإخلاص. أفادت إدارة مديرية لقو عنسبة عن وضع خطة لقرص 80,000 شتلة أشجار هذا العام. وأوضحت الإدارة لدى لقائها السكان عن نجاح نمو 85% من مجموع 16,500 من شتول أشجار البان والنخيل قرصت العام الماضي. وسيتم التوسع هذا العام في أنشطة التشجير لمكافحة انجراف التربة وحفظ المياه. وأشار الاجتماع إلى بناء المدرجات والحواجز المائية وتطعيم أكثر من 107 رأس من الماشية. وأوضح مدير مديرية لقو عنسبة السيد أبراهام حقوس عن مواصلة مهام التأكد من قانونية المباني المشيدة واتخاذ خطوات تصحيحية لمنتهكي لوائح القرى والدفع بأنشطة النفيرة المجتمعية. وطالب الاجتماع للإسراع في توزيع أراضي الطيصة والاهتمام بطريق أسمرة ليبان وأسمرة مقركة. دعت الاجتماعات التي عقدت في أمن حيلي والدبروة لتقوية العلاقة الثلاثية بين المعلم وولي الأمر والطالب لضمان كفاءة التعليم. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية أمن حيلي الأستاذ مريح كيروس أن النجاح في الامتحانات نصف السنوية هذا العام بلغ 91% في المرحلة الابتدائية و76% في المرحلة المتوسطة و74% في المرحلة الثانوية، داعيا لتقوية الجهود لتحسين هذه النتائج. وحث إدارات الضواحي لتحديد المتخلفين عن الدراسة ودفعهم لتلقي التعليم. وفي اجتماع مماثل عقد في مديرية دبروة أوضح مسؤول الخدمات التعليمية الأستاذ عقباي ملس عن مواصلة برامج تأهيل المعلمين والحد من هدر الوقت، داعيا لحل النقص في المعلمين والتجهيزات التعليمية خاصة في المناطق النائية. وتوجد في مديرية أمن حيلي 26 مدرسة تستقبل 16,000 طالب، و30 مدرسة في مديرية دبروة تستقبل 22,000 طالب. بدأ الفنانون الإريتريين المتوجهون إلى أثيوبيا في 14 من فبراير للاحتفال بالسلام الإريتري الإثيوبي بإحياء حفلات فنية يوم 16 من فبراير في مدينة بهردار ويوم 17 في مدينة أداما. حضر الحفل سفير إريتريا في الاتحاد الأفريقي السيد رايا دستا وكبار المسؤولين بإقليمي الأمهرة والأورومية ومحبي الموسيقى. وأحيا الفنانون الإريتريون أعضاء فرقة سفريت الفنية التراثية والفنانين المخضرمين والشباب البالغ عددهم نحو 60 فنانا أحيوا عروضا فنية مصحوبة بالرقصات الفلكلورية. وسيحيي الفنانون الإريتريون عروضا فنية أيضا يوم 19 من فبراير في مدينة أواسا وال21 من نفس الشهر في مدينة أديس أبابا. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الجنوبي أن أنشطة التوعية التي جرت لترقية قدرات المرأة وتعزيز مشاركاتها حققت نتائج مرضية. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة سنايت أفرقي في الاجتماع الذي عقدته في طرانا أن الدورات التدريبية المنظمة لرفع قدرات المرأة وتوعيتها حققت نتائج ملموسة. وأشارت إلى نجاح تأطير المرأة خاصة الطالبات في المدارس المتوسطة والثانوية
وأكدت المجتمعات على العمل لتطوير قدراتهن وتقوية أنشطة الاتحاد. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. أعلن مسؤول في مجموعة مسلحة قريبة من الحكومة عن مقتل 8 أشخاص في هجوم شنه جماعة بوكو حرام على مدينة مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا. وقال مسؤول في القوى المشتركة للدفاع المدني التي تساند قوات الأمن النيجيرية لوكالة فرانس بريس أن 8 من السكان قتلتهم بوكو حرام. وقع الهجوم قبل ساعات من الوقت المحدد لفتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية التشريعية التي أرجعتها بعد ذلك المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أسبوعا واحدا. اختتم مسؤولون أمريكيون وصينيون في بكين محادثات تجارية مكثفة تهدف إلى وضع حد للنزاع التجاري بين البلدين قبل لقاءات جديدة ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تجري بشكل جيد جدا، لكن مستشاريه أفادوا أنه لا يزال هناك كثير من العمل ينبغي إنجازه فيما يتعلق بالتفاصيل. وفرضت بكين وواشنطن رسوما جمركية على واردات من الجانبين تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليون دولار باتت تشكل عبئا على قطاعات الصناعة لديهما، ما أحدث اهتزازا في أسواق المال العالمية. وقال ترامب أنه قد يرجع المهلة التي حددها لبكين للتوصل إلى اتفاق وتنتهي في الأول من مارس قبل مضاعفة الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 200 مليار دولار من الواردات الصينية. يقوم علماء في مركز بحثي يقع بجزيرة النائية بالقارة القطبية الجنوبية على بعد مئات الأميال من الطرف الجنوبي لتشيلي بتمشيط الجليد بحثا عن مفاتيح لكل شيء، ابتداء من التغير المناخي وحتى علاج السرطان. وتمثل قاعدة إسكوديرو التشيلية في جزيرة الملك جورج مركزا بحثيا لدراسة رقعة جليدية مترامية الأطراف تمتد إلى القطب الجنوبي، يتناوب عليها أكثر من 300 عالم دول متحدين درجات الحرارة المتجمدة في المنطقة. كما بدأ فريق علماء متعددي الجنسيات هذا الشهر رحلة بحثية لتقصي أسباب انفصال الصفائح الجليدية، وهي ظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي. بدأت مدينة البندقية الإيطالية احتفالات الكرنفال السنوية بعرض للقوارب خلال الليل عبر قناة ريو دي كانيريو، إحدى أشهر القنوات بالمدينة. وتستمر هذه الاحتفالات أكثر من أسبوعين وتجتذب أعدادا كبيرة من المحتفلين. وتشهد البندقية هذا الكرنفال منذ قرون ويشتهر بالأغنية التي يضع المشاركون على وجوههم. وفي العقود الأخيرة أصبح هذا الكرنفال وسيلة جذب رئيسية للسائحين لمدينة البندقية. وفي فرنسا أيضا انطلق الكرنفال السنوي في نسخته 135 بمدينة نيس، وذلك بنكهة سياسية ساخرة، حيث يشارك الآلاف الفرنسيين والسياح الذين ملأوا شوارع مدينة نيس الفرنسية لمشاهدة استعراضات الكرنفال السنوي وسط إجراءات أمنية مشددة. ويقدم المهرجان الذي يجذب ملايين الزوار كل عام مجسمات من تصميم فنانين يبرزون أعمالهم فيه. بهذا نصل وياكم إلى نقطة الختام مع أطيب المنى.